الشاورما والتومية السوري تقريبًا كلنا بنحبها كبار وصغيرين، بنشتريها من برّه بالغالي. النهارده هنعمل كمية حلوة أوي من نُص كيلو بانيه، وكمان هنعملها بطعم مش شبه برّه، لأ هي زي برّه وأحلى كمان. لو أول مرّة تشوفوني أنا يوستينا تابعوني. أول حاجة هنا عندي دُولة نُص كيلو من صدور الفراخ، تمام. متقطّعين شرايح كده زي ما أنتم شايفين، ممكن نستخدم كمان أوراق الفراخ براحتنا جدًا. أنا غسلتهم بملح وبليمون وشطفتهم وسِبتهم إن هُم يصفّوا أي مَيّة فيهم، وبعدين هابتدي إن أنا آخُدهم وأقطّعهم شرايح، يعني مش رفيّعة أوي ومش تخينة أوي، يعني متوسطة معقولة كده زي ما أنتم ما شايفين. تمام، طبعًا هنعمل نفس الحكاية لو هي وراك هنجيبها مخلية، ممكن نخليها في البيت أو نشتريها مخلية من عند الراجل، تمام. هنعمل بقى دلوقتي التتبيلة عبارة عن حوالي 4 معالق كبار من الخل الأبيض، وعليهم عصير ليمونتين كبار، ما يعادل 3 معالق أو 4 معالق من عصير الليمون. الليمون بيدّي طعم حلو أوي وجزء أساسي من التتبيلة، ومعلقة كبيرة من البصل الباودر، وعليها معلقة صغيرة من التوم الباودر، وربع معلقة من الفلفل الأسود، ونُص معلقة من البابريكا، وربع معلقة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة، وهاضيف عليهم معلقة صغيرة من التوم المهروس، وممكن نكتفي بيه وما نحطش الباودر، واختياري معلقة صغيرة من دبس الرمان، بتدّي كده تعسيلة ومزازة حلوة أوي للتتبيلة. هنقلّبهم مع بعض، الكمية دي ممكن تكفّي إن هي تتبّل معانا أكتر من نُص كيلو بانيه كمان، تمام. هانزل بقى بيها بالشرايح بتاعة البانيه على التتبيلة، وهنقلّبها كويس ونتأكد إن هي اتشرّبت من التتبيلة وامتزجوا كلّهم مع بعض. ال الشاورما من الحاجات اللي مش محتاجة إن هي تقعد كتير أوي ونسيبها لوقت طويل في التتبيلة، يعني إحنا ممكن نتبّلها حتى وهي على النار، ممكن نسيبها نُص ساعة أو نشتغل فيها براحتنا. التومية بقى عبارة عن تِلت كوباية من النشا وكوباية من المَيّة، نفس الكوباية اللي هنعاير بيها النشا والمَيّة هنعاير بيها كل حاجة. هنقلّبها كده على البارد زي ما إحنا شايفين عشان ما يبقاش فيها أي تكتلات قبل ما نرفعها على النار، وبعد ما نقلّبها نرفعها على النار لغاية ما تعمل لي معجون كده عامل زي الفازلين زي ما أنتم ما شايفين، ونقلّب فيها أثناء ما هي موجودة على النار عشان ما تتلسعش أو ما يبقاش فيها أي تكتلات، تمام. هاسيبها تبرد تمامًا قبل ما نشتغل فيها، وبعدين جِبت شفشق الخلاط حطيت فيه ربع كوباية من اللبن، وعليه ربع كوباية من الزيت النباتي، وعليهم معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وعصير ليمونتين كبار. طبعًا إحنا ممكن نكتفي بالخل بس أو الليمون بس، بس الليمون أنا باحبه بصراحة بيدّي نكهة حلوة، تمام. وهاحط معلقة كبيرة من المايونيز، ممكن نستبدله بزبادي كمان إذا حابين، وربع معلقة من الملح أو حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة من التوم المهروس وما نكترش فيه عشان ما يبقاش ليه طعم فاذع ويضايقنا، وربع معلقة من التوم الباودر، وممكن نكتفي بالتوم المهروس. ودلوقتي هننزل التومية النشا اللي إحنا عملناه اللي هو بعد ما بِرِد خالص زي ما أنتم شايفين كده بقى عامل زي الجيلي، تمام. هاخده دلوقتي أضربه حوالي دقيقتين كده في الخلاط لغاية ما يبقاش فيه أي تكتلات ويبقى معايا عامل زي الكريمة. هو أنتم زي ما شايفين كده هو خفيف شوية لإن هو سِخن، ولمّا اتضرب لمّا يقعد شوية ويرتاح شوية في الهوا هنبُص نلاقيه القوام بتاعه تقل عن كده، بس لو كان تقيل عن كده هنلاقيه تقل جدًا، جدًا لمّا يتعرّض للهوا شوية. دلوقتي بقى الشاورما جِبت طاسة كده وحطيت فيها معلقة زيت ونزلت بيها في بصدور الفراخ عشان نسويها كويس. يا ريت الطاسة تكون حجمها كبير شوية عشان الشاورما تكون متوزعة فيها حلو، وما نلاقيهاش إن هي نزّلت المَيّة بتاعتها ونلاقي الصدور معانا بقت ناشفة. إحنا عايزينها تاخد صدمة وتحتفظ بالسوايل اللي فيها جواها. أول ما تتشمّع من جهة وتاخد الصدمة، هابتدي إن أنا أقلبها على الجهة التانية، يعني ما نحطهاش في الطاسة ونقعد نقلّب
عشان ما تنزلش ميتها. تمام، يعني ما بتاخدش 10 دقايق ربع ساعة وبتكون استوت على طول، لان هي صدور ومتقطعة رفيع جدا. تمام، هنقلب فيها طول ما هي على النار لغاية ما تستوي تمام. وبعدين نزلت كده بطماطماية متقطعة رفيع، وفلفلاية، وكمان بصلاية متقطعة جوانح. ممكن نكتر في كمية الخضار عن كده، بس يعني ما نبالغش، إذا حابين نكتر الكمية شوية. ويا ريت الطماطم ما يكونش فيها قلب، عشان ما تخليش الشاورما بتاعتي فيها مية. انا هقلب الخضار ده لمدة دقيقتين بس قبل ما نطفي النار، عشان انا مش عايزاه ينزل ميته، وعايزاه يبقى فيه قرشة، مش عايزاه يكون مطبوخ معايا. تمام يا دوبك. وبعدين جبت كده ورق فويل، وعملتها زي طبق كده، وجبت فحمة ولعتها وهحط الفحمة فيها. وبعدين هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الزيت عشان ياخد طعم تدخينة الفحم. هي حركة مش صحية قوي، بس يعني ما يجراش حاجة لو عملناها من وقت للتاني، ونغطيها لغاية ما تاخد الريحة. بصوا هنا بعد ما أخدت الريحة، طبعا واخدة تدخينة الفحم وريحتها حلوة جدا جدا. هنعمل بقى الساندوتش بتاع الشاورما ده. عيش سوري متوفر دلوقتي يعني في معظم الأماكن اللي بتبيع فطاير وبتبيع الجلاش والحاجات دي. حطيت كده معلقة من التومية عليه بعد ما تنيت ربع العيش تقريبا، عشان ما يبوظش. وبعدين حطيت جزء من الشاورما. احط بقى بطاطس كده بيتي انا قلياها. طبعا البطاطس يعني بصوا بتكتر الساندوتش، بتكتر الكمية وبتدي طعم لذيذ برضه. وحطيت كده زيتون أخضر حلقات، ممكن تستخدموا زيت خيار مخلل، بس أنا ما كانش عندي فحطيت زيتون بيدي طعم حلو برضه. واختياري جبنة موتزاريلا ممكن نحطها، وممكن نستغنى عنها زي ما احنا حابين. هنلفه ازاي؟ بنقفله من الجنبين كده زي ما كأننا بنلف ورق عنب، وبعدين نبتدي ان احنا نبرمه. تمام، وده الشكل بتاعه بالظبط، سهل جدا جدا. هعمل معاكم واحد تاني بقى بالفراخ بس والبطاطس. تمام، هحط كده فراخ. طبعا الحشوة دي انت ممكن تقللي او تزودي براحتك، حسب عدد افراد الاسرة بتاعتك، وحسب انت عايزة تعملي كام رغيف. ونزلت كده بالبطاطس وبقفله من الجنبين، وابتدي ان انا اعمله رول زي ما انتم ما شايفين بالطريقة دي. تمام، هناخده بقى عشان نديله الشكل اللي احنا زي ما بنشتريه من بره، اللي هو بيبقى عليه زي خطوط كده، اللي بيدي الشكل ده الجريلا اللي هي بالشكل ده. حطيتها كده وحطيت عليها معلقة زيت، عشان هي دي اللي هتديني لون ذهبي للعيش بتاعي. تمام، وبعدين نزلت فيها بالأرغفة بتاعتي، وحاولت ان انا اخلي الزيت يطولها عشان تتحمر. واول ما بياخد لون من جهه بروح قلباه على الجهه التانية لغايه ما ياخد اللون والشكل، وبقلبه على الجناب كمان عشان يبقى كله مقرمش وكله واخد نفس الشكل اللذيذ اللي احنا بنجيبه من بره. وبصوا ده الشكل النهائي بعد ما طلع. النص كيلو ده عمل لي حوالي 6 أرغفة. بصوا مقرمش من بره وكريسبي، وريحة مش قادرة اقول لكم. هفتح لكم واحد عشان نشوفه من جوه عامل ازاي. بصوا، واو بجد، وطعمه فعلا زي بره واحسن كمان. اعملوه للاولاد وما تجيبوش من بره تاني. ودي كانت وصفتنا النهارده. لو عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو، مستنيه ارائكم وكومنتاتكم، واشوفكم على خير في وصفه جديده.